بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد هنشتغل فيه النهاردة على الجنرال اكسرسايزز على lesson 2 page 27 صفحة 27. السؤال الأول question number 1 choose the correct answer from A, B, C or D. يلا بينا نختار الإجابة الصحيحة من A أو B أو C أو D. number 1 بيقول لي fruits are space، مديني فراغ and healthy، بيقول لي الفاكهة بتكون A وصحية. بيقول لي salty جاي من salt يعني ملح، هل هي مالحة؟ sweet يعني حلوة، hot يعني ساخنة، busy يعني مشغول. طبعا الفاكهة بتكون ايه وصحية؟ اكيد بتكون sweet and healthy يعني بتكون حلوة وصحية. number 2 a cat is small، بيقول لي القطة بتكون صغيرة الحجم، وبعد كده مديني كوما، ناخد بالنا من الكوما دي كويس جدا. بعد كده مديني سبيس فراغ، بيقول لي the horse is big، يعني الحصان بيكون كبير في الحجم. طيب ايه موضوع الكوما ده؟ الكوما ده هنا احنا هنجيب حاجه تمشي مع الكوما. يعني ايه هنجيب حاجه تمشي مع الكوما؟ يعني في كلمات تحت هنا هنجيبها عشان تشتغل مع الكوما، وهنا في تناقض، بيقول لي القطه بتكون صغيره والحصان بيكون كبير. يبقى انا هنا عايز كلمه تنفع للتناقض. تناقض يعني بوت، عندي بيكوز لان، وده بيتكلم عن سبب ونتيجه، ينفع تيجي، لكن ده مش سبب ونتيجه، ده تناقض. بوت يعني لكن، وده ينفع في التناقض. لذلك، وده برضو سبب ونتيجة. because بيجي بعدها السبب، لكن بيجي بعدها النتيجة. after بعد ذلك، وده تعقيب. أنا هنا عايز تناقض، وبالتالي فأنا هاخد but، يبقى الجملة a cat is small but the horse is big. number 3 I like chocolate، أنا بحب الشوكولاتة. وبعد كده بيقول لي space فراغ آيس كريم، أنا بحب الشوكولاتة وبحب الآيس كريم، وهنا مش جايب لي كوما، انا بحب الشوكولاته والايس كريم. يقول لي لذلك، قلنا ده سبب ونتيجه وبيجي بعده النتيجه. but ده تناقض مش هينفع معايا هنا. and عطف تاني على الاولاني. to معناها الى كحرف جر بيجي بعده اسم، ومعناها لكي لو جاء بعده verb فعل. فهنا انا هاخد and، يبقى انا هنا بعمل عطف، بقول I like chocolate، انا بحب الشوكولاته والايس كريم. number 4 Nada loves fruits and vegetables she is. ندى بتحب الفاكهة والخضروات، هي بتكون ايه؟ بيقول لي healthy صحية، ممكن. unhealthy لا طبعا مش هينفع، unhealthy يعني غير صحي. happy يعني سعيد، sad يعني حزين. طبعا هي بتحب الفاكهة والخضروات فهتكون healthy. question number 2 reorder the words to make correct sentences. يلا بينا نرتب الكلمات اللي جايبها لي علشان نعمل منها جمل مظبوطة. number 1 مديني بلاي وذا وبارك واي وان وفوتبول، واحنا قلنا في سؤال الريوردر لازم نتاكد اخر الجمله فول ستوب ولا كويتشن مارك، وهنا مديني فول ستوب، وبالتالي فانا هبدا بالفعل اللي هو اي، بعد كده هجيب بعده الفيرب. ايه الافعال اللي موجوده عندي في الكلمات؟ بلاي يعني يلعب، ذا يعني بارك يعني الحديقه او المنتزه، وان يعني فيه، وفوتبول حرف جر. دي المعاني. طب تعالى نشوف انواع الكلمات. بلاي ده فيرب فعل، ذا ده ارتكل يعني اداه، وبارك يعني حديقة، وده ناون اسم. I ده بروناون ده ضمير، وإن ده بريبوزيشن حرف جر، وفوتبول ناون. طيب يبقى أنا هدور على الأفعال هلاقي بلاي، يبقى I بلاي إيه بقى؟ بلاي فوتبول، يبقى أنا بلعب كرة القدم. طب وإحنا قلنا قبل كده إن ذا بيجي قبل الناون، بيجي قبل الاسم، يبقى ذا بارك. طب بالنسبة لإن تيجي قبل ذا لأنها برضو تيجي قبل الناون قبل الاسم، يبقى in the park. يبقى الجملة هتتقال I play football in the park. نمبر 2 مديلي ان حرف جر، باسكتبول كرة السلة، وده ناون اسم، ومديني ايم دول كلمتين مش كلمة واحدة. اي ده بروناون ضمير، ومديني ام اللي هو الفيرب اللي هو فيرب تو بي. مديني تيم ده ناون اسم، ومديني ارتكل برضو، ومديني بلاي مضاف لها اي ان جي. طيب احنا اوتوماتيك لقينا ايم وبعدين عندي بلاينج، فاوتوماتيك هناخدهم مع بعض، يبقى ايم بلاينج. تمام. I am playing ايه؟ باسكتبول. ونفس الكلام هنجيب بريبوزيشن حرف الجر قبل النون، بس هنحط طبعا برضو معاهم يبقى I am playing basketball in a team. number 3 مديني walk من the fly ان جي، مديني desert صحراء وده نون، مديني انا وده بروناون ضمير، go يذهب وده verb فعل، وذا article اداه، وان بريبوزيشن حرف جر. بيقول ابدا باي. طيب الاي هيجيب بعدها فيرب. ايه الافعال اللي موجوده عندي هنا؟ جو، يبقى اي جو. انا اذهب ايه؟ مديني ديزرت ومديني ووكينج. طب انا اذهب صحراء؟ اكيد لا، هو انا اذهب الى الصحراء، لكن مفيش هنا الى، بس ووكينج موجوده. طب ايه موضوع ووكينج ده؟ لو انا جبت واك بعد جو لازم احط في الواك اي ان جي. يعني ايه؟ يعني لو انا جبت فعلين ورا بعض، ادي جو وادي ووك،
ما ينفعش اجيبهم ورا بعض كده، لازم انا اجيب التاني باي ان جي او افصل ما بين الاثنين بتو. في افعال بينفع معاها كده وافعال بينفع معاها كده. في افعال بيجي بعدها تو بعد كده الفعل التاني بس بيكون في المصدر، وفي افعال بيجي بعدها اي ان جي على طول، يعني الفعل مضاف لاي ان جي. جو من ضمن الافعال اللي بيجيب بعدها اي ان جي. لما نكبر شويه ان شاء الله هنقدر نفرق ما بين الافعال اللي بتجيب تو المصدر والافعال اللي بتجيب اي ان جي. موضوعنا دلوقتي جو، يبقى مع walking يبقى I go walking. طب I go walking وبعد كده نفس الكلام البريبوزيشن الارتيكل النون نحفظهم كده مع بعض. لو انا عندي حرف جر وعندي اداه وعندي اسم نرتبهم على نفس الترتيب كده، حرف الجر الاداه الاسم، يبقى الجمله هتكون I go walking in the desert. Question number 3. Read and complete the text with the words in the box. هنقرا القطعه اللي قدامنا دي وهنكملها من الكلمات اللي مديها لي فوق. بس لازم برضو قبل ما نخش ونقرا القطعه نعرف ايه الكلمات اللي هو مديها لي ونعرف نوع الكلمات دي كويس جدا عشان نقدر نحدد مين اللي هنجيبه منهم على الترتيب. اول حاجه بيقول لي جو ده يذهب وده فيرب فعل. easy سهل ودي adjective صفه. بعد كده بيقول لي hot ده ساخن ودي برضو صفه. scientist عالم وده نون اسم. my mom and I go walking in the desert with my dad. يعني امي وانا بنذهب للتمشي بنتمشى في الصحراء مع ابي. Dad is a ابويا بيكون ايه. طب هو جايب لي هنا a واحنا عارفين ان a ديت من الحاجات الاساسيه اللي بتيجي وراها اسم، يعني ده ارتكل بيجي وراه اسم على طول. فنطلع فوق ندور نشوف ايه الاسماء اللي موجوده عندي. لو قلنا ده فاعل دي صفه اسم، وبالتالي فاحنا هنجيب scientist علشان هو ده النون الوحيد اللي موجود فوق. يبقى dad is a scientist يعني بابا بيكون عالم. and he likes looking at animals and plants. ناخد بالنا برضو ان like جاء بعدها look و look ده verb و like ده verb. جم ورا بعض ازاي؟ ان look دخل عليها ing. برضو like من الافعال اللي بتجيب وراها الفعل في ing. he likes looking at animals and plants. هو بيحب يتفرج على الحيوانات والنباتات. بعد كده بيقول لي the desert is very interesting. الصحراء بتكون شيقة جدا. but ده تناقض اهو جاب الكوما فاكرين. it's very جدا. very ده يعني جدا. هي بتكون ايه جدا؟ الصحراء بتكون ايه جدا؟ مديني فراغ وعايزني اكمل من فوق. طب الصحراء بتكون ايه؟ طبعا احنا هنا بنتكلم very ده جدا يعني جاي بعدها صفة موصوفة بانها جدا، يعني الصفة موصوفة بالظرف لان very ده ظرف فاحنا بنوصف الصفة بظرف. ففيري جاي عشان توصف صفة. ايه الصفات اللي فوق؟ عندي easy وعندي hot. طبعا الصحراء بتكون hot اللي هو ساخن او حار، فهنا معناها حاره. بيكون الصحراء حاره جدا sometimes يعني احيانا. بعد كده بيقول لي وي ده طبعا subject pronoun ده ضمير فاعل، وضمير الفاعل احنا عارفين بيجي بعده على طول verb. فاحنا هنطلع فوق ندور على الافعال اللي موجوده فوق. في عندي جو بس هو اللي موجود، فلو احنا خدناه هيبقى we go with my dad every weekend. احنا بنروح او بنذهب مع ابي كل نهايه او كل عطله نهايه اسبوع. question number 4. read and match column A with column B. هنقرا ونوصل عمود A بالعمود B. فاكرين لما كنا بنقول ان احنا لازم نقرا كل كولوم لوحده ما نقراش ده مع ده. number 1 I don't eat candy. انا مش باكل حلوى. ده جمله منفيه في البريزنت سمبل في المضارع البسيط don't. انا لا اكل حلوى. but ده تناقض اهو but. ولكن number 2 I need a pen. انا عايز قلم. انا محتاج قلم. number 3 my mom makes. امي بتصنع او بتعمل. number 4 my favorite fruits. فاكهتي المفضله. يبقى انا هنا عرفت الاربع جمل بيتكلموا عن ايه. نروح على كولون بي بيقول لي and a book يعني وكتاب. طب ايه اللي ينفع اجيبه من الناحيه دي بالظبط كده؟ number 2 I need a pen and a book. يبقى number 2 هيروح مع letter A. بعد كده بيقول لي with water and soup يعني بالميه والصابون. طبعا with معناها مع او بي. هنا بالميه والصابون. طبعا ما عنديش اي حاجه هنا ممكن ينفع، فبالتالي فاحنا هندي البي اكس كده يعني احنا ايه مش محتاجينها. بعد كده بيقول لي are watermelons يعني بيكون البطيخ. طب ايه اللي ينفع معايا هنا؟ اكيد طبعا هيكون my favorite fruits. فاكهتي المفضله بتكون البطيخ. بعد كده بيقول لي an awesome milk shake ده نوع من المشروبات بيتعمل كان مخفوق كده باللبن. بيقول لي رائع يعني ميلك تشيك رائع. طب ايه اللي ينفع معايا هنا في اللي فاضل معايا؟ وانا فاضل معايا الناحيه الثانيه فاضل معايا don't eat candy but ما بحبش الحلوى لكن. وفاضل معايا my mom makes امي بتصنع. طب هنا هناخد ايه معاها؟ تمام my mom makes. يبقى my mom makes an awesome milk shake. فاضل معايا I like fruit انا بحب الفاكهه. طب ايه اللي ينفع معايا من الناحيه دي؟ طبعا هو مفيش غير I don't eat candy but انا لا اكل حلوى ولكن I like fruit انا بحب الفاكهه.
Question number 5. Read the text and answer the questions. نقرا القطعة ونجاوب على الأسئلة اللي بعديها. I am آدم. أنا آدم. I like sports. أنا بحب الرياضة. My favorite sport is basketball. رياضتي المفضلة هي كرة السلة. I am on a wheelchair basketball team at school. أنا بلعب في فريق كرة السلة لذوي الإعاقة اللي هما بيلعبوا على كراسي متحركة. We practice 3 times every week. إحنا بنمارس اللعبة أو بنتمرن 3 مرات في الأسبوع. I am healthy. أنا صحي. I drink cola. أنا بشرب كولا. But I want to drink more water. But هنا قلنا تناقض. هو بيشرب كولا لكن عايز يكون أو عايز يشرب مية أكتر. I don't play video games. مش بيلعب ألعاب فيديو. Because I am very busy. لأن أنا مشغول جدا. يعني أنا مش بلعب ألعاب فيديو لأني مشغول جدا. I like to play with my friends in the park. بحب ألعب مع أصدقائي في الحديقة. We go to the park on Fridays. إحنا بنروح البارك الحديقة أيام الجمعة. My dad is a scientist. بابا بيكون عالم. He likes looking at animals and plants. هو بيحب يتفرج على الحيوانات والنباتات. A. Choose the correct answer from A, B, C or D. يلا بينا نختار من A, B, C or D. آدم wants to drink more. آدم عايز يشرب إيه أكتر؟ كولا، وورر مية، تي شاي، جوس عصير. اكيد هو عايز يشرب ميه اكتر. هو بيقول انه بيشرب كولا بس عايز يشرب ميه اكتر. ادم's favorite sport is. رياضته المفضله بتكون ايه؟ باسكت بول كره السله، فوتبول كره القدم، تنس كره التنس، ولا سويمنج السباحه. رياضته المفضله هي الباسكت بول. نيجي على بي. answer the following questions. هنجاوب على الاسئله المقاليه. When does Adam go to the park? امتى آدم بيروح الحديقة؟ طبعا هو هنا بيقول لي ان هو بيروح الحديقة كل يوم جمعة ايام الجمعة. يبقى احنا هنا هنعمل الجملة بتبدأ بفاعل زي ما احنا متعودين نبدأ بفاعل ونحط زمن الجملة. زمن الجملة هنا هو بيسأل بداز. داز هنا في زمن البريزنت سيمبل في المضارع البسيط. يبقى انا هعمل الجملة في زمن المضارع البسيط. ابدأ بالفاعل واحط الفعل في زمن المضارع البسيط. الفاعل عندي آدم فانا ممكن اكتب آدم او ممكن اكتب هي. وبعد كده هجيب الفعل اللي جاي في الجمله اللي هو جو. يبقى he goes او ادم goes. طبعا انا جبتها goes عشان في هنا does. ده زي ما قلنا مضارع بسيط. to the park يبقى ادم goes to the park وبعد كده هنكتب on Fridays. يبقى الجمله هتتقال كالاتي. ادم goes to the park on Fridays. ادم بيروح البارك ايام الجمعه. يبقى احنا هنا شفنا ان عندي when بيسال عن الميعاد او بيسال عن الوقت فانا جبت Fridays. يبقى انا كملت الجمله وشفت هو محتاج مني ايه هنا فانا جبت Fridays. Question number 4. How often does Adam practice basketball? How often يعني كم مرة. how لوحدها يعني كيف، وهاو من أدوات الاستفهام الكويشن ووردز اللي بتجيب بعدها كلمات تانية. يعني ممكن تيجي لوحدها how بمعنى كيف، وممكن يجي بعدها how many كم للعدد، how much كم للكمية أو كم للسعر، وممكن يجي بعدها how old كم للعمر. بعد كده جايب لي برضه زمن البريزنت سمبل في المضارع البسيط. وبعد كده جايب لي ادم. يبقى انا هبدا بادم او بهي. بعد كده هنجيب الفعل اللي جاي زي ما عملنا في الجمله اللي قبلها بالظبط. انا هنا بدات بادم، هنا برضه هبدا بادم او بهي. بعد كده هجيب الفيرب اللي جاي معاه. هنا كان في جو جبنا جوز، هنا براكتس هنخليه براكتسز لان هنا في دوز. بعد كده باسكت بول زي ما هي. طب هو بيمارسها كم مره؟ هو هنا بيقول لي we practice 3 times every week. يعني كل اسبوع بيلعبوا اللعبه دي 3 مرات. يبقى انا هكتب الجمله he practices basketball 3 times every week. يعني هو بيمارس او بيلعب اللعبه دي 3 مرات في الاسبوع. ناخد بالنا ان احنا بنكتب جمله كامله مش بنكتب الاجابه خلاص. يعني في الجمله الاولانيه هنا ما نكتبش مثلا on Fridays وخلاص. هو يعني هنا هيفهم. وهنا مثلا نكتب مثلا 3 times وخلاص. لا ما ينفعش، لازم نكتب جمله كامله لان ده اللي بيفرق ما بين اللي فاهم جرامر من اللي مش فاهم. يعني اللي فاهم جرامر هيقدر يكتب جمله كامله صريحه ويعرف زمن الجمله يقدر يكتبها. لكن اي حد ممكن يطلع من فوق ويكتب اي حاجه تحته وخلاص، وده اللي احنا مش عايزينه. احنا عايزين نلتزم بالقواعد واحنا بنكتب السنتنس على بعضها، الجمله على بعضها. Question number 6. punctuate the following. طبعا خلاص احنا عرفنا بقى البانكتويشن. هنبدا اول حرف هنخليه كابيتال وهنبص على الجمله. لو كانت question هنحط في الاخر question mark، ولو كانت جمله عاديه هنحط في الاخر فول ستوب. طبعا هو هنا بادئ بدو مش بادئ بفاعل. لو كان بادئ بيو كنا هنعتبرها جمله عاديه، لكن هو هنا بادئ بدو. هنا ده question وبالتالي فهنحط في الاخر question mark. فالجمله هتتغير من دو بدل ما هنبدا دي سمول هتبقى دي كابيتال وفي الاخر هنحط question mark. يعني الجمله هتنكتب كده. Do you think you are healthy؟ هنا احنا غيرنا دي خليناها كابيتال والكويشن مارك حطيناها في اخر الجمله. خش على question number 7. الايميل. طيب موضوع الايميل ده جديد لسه السنه دي، اول مره يطبق على جريد 4 على سنه رابعه. مش عايز حد يقلق منه ولا يخاف منه. الموضوع ببساطه خالص جدا، هو اسهل كمان من الباراجراف.
لان هو كل البيانات اللي بيديها لي انا بشتغل عليها هنا في كتابه الايميل. هو هنا في عندي حاجه اسمها elements، عناصر بيديها لي علشان اشتغل عليها في كتابه الايميل. طيب نقرا السؤال الاول. write an email of about 80 to 24 words about healthy food to your friend احمد. يعني انت هتكتب رساله بريد الكتروني او ايميل هتبعته لصديقك احمد تكلمه فيها عن الهيلثي فود، عن الطعام الصحي. Your name is علي، انت اسمك علي. Your email address is ali@yahoo.com. انت هتخرج من الكلام هنا ان اسمك علي وان ده عنوان البريد الالكتروني بتاعك اللي هو ali@yahoo.com. بعد كده بيقول لك your friend's email address is ahmed@yahoo.com. هو صديقك اسمه احمد، هو هنا بيقول لي ابعت رساله لصديقك احمد، وبالتالي فيكون الايميل بتاعه فيه احمد، يبقى ahmed@yahoo.com. طيب ايه الكلام ده بنعمل بيه ايه؟ بص يا سيدي، هو ده عشان نكتب الايميل لازم نبقى عارفين مين اللي بيبعت الايميل ومين اللي بيستلم الايميل. هو بيقول لك ابعت ايميل، هو في الاول حاجه هتقابلك في السؤال نفسه، اول حاجه هتقابلك في راس السؤال نفسه اللي مبعوت له الايميل مش انت. هيقول لك اهو to your friend احمد، يعني هتبعته لصديقك احمد. يبقى اذا انا فهمت ان الايميل مبعوت لاحمد، فانا هلاقي عندي في السؤال 2 علامه اللي هي دي ودي، فانا هشوف مين فيهم اللي فيه احمد، اللي هو ده مش ده الايميل بتاع صاحبي اللي انا هبعت له. طيب وده الايميل بتاعي. طيب هو هنا بيقول from يعني من مين؟ مني انا، فانا مش هكتب بقى الايميل بتاع صديقي، هكتب الايميل بتاعي انا. فانا اسمي ايه؟ اسمي علي. انا ادور على الايميل بتاعي انا اللي هو ali@yahoo.com، اشيله زي ما هو كده ali@yahoo.com واكتبه هنا بالشكل ده بالظبط اللي انا كاتبه كده بالظبط. بعد كده هلاقي تو يعني الى مين؟ الى صديقي بقى اللي انا ببعت له. صديقي مين؟ صديقي احمد. يبقى انا هدور على علامه الات اللي موجوده هنا، هلاقي هنا اهي ahmed@yahoo.com. يبقى انا اشيلها زي ما هي كده واكتبها هنا بنفس الشكل ده زي ما انا كتبته، زي ما هو مكتوب انا هكتبه بالظبط. بعد كده بيقول لي السبجكت يعني الموضوع، انت باعت له ليه؟ ايه الموضوع اللي انت بتكلمه فيه؟ هنلاقي الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه بعد كلمه about يعني عن، انت بتكلمه عن، هتكتب ايميل عن ايه؟ عن الهيلثي فود. يبقى انا هشيل الهيلثي فود زي ما هي كده، ده السبجكت بتاع الايميل، ده السبجكت بتاع البريد الالكتروني، واكتبه هنا بالظبط. فانا هكتب هيلثي فود زي ما هي موجوده بالظبط، انا هكتبها هيلثي فود. اول سطر اللي هو السطر القصير اللي موجود ده موجود لهدف. الهدف ده ان انا في الاول لما اجي اكلم حد انا لازم يعني انادي عليه، لازم اكلمه الاول، فهقول له عزيزي، هقول له حبيبي، هقول له اي حاجه، فانا هكتب له هنا فهقول له عزيزي بقى. طبعا انت باعت لمين؟ باعت لاحمد، هتقول له عزيزي احمد، هتكتب له هنا دير احمد، يعني عزيزي احمد او صديقي احمد. ممكن تكتب هنا دير ماي فريند، تكتب ماي فريند احمد، زي ما انت عايز تكتب. تمام. طيب هنا في اول حاجه كتبناها دير احمد يعني عزيزي احمد. بعد كده انت هتتكلم معاه، فالاول هتساله، هتقول له انت عامل ايه. فانت عارف ازاي لو عايز تسال حد هو عامل ايه بتقول له ايه؟ بتقول له هاو ار يو. فانت هتكتب له هنا هاو ار يو. وخد بالك من حاجه، احنا ما بداناش السطر من اوله، يعني احنا سيبنا مسافه كلمه هي سايبينها هنا، ما كتبناش من الاول، لان في الكتابات لازم اخد بالي ان بدايه الفقره ما بنبداهاش من الاول، فاحنا سيبنا مسافه صغيره. اتعود على كده من دلوقتي، انك في بدايه الكلام تسيب مسافه كلمه وانت بتكتب. هاو ار يو عامل ايه؟ ممكن تقول له مثلا انت عامل ايه، ممكن تقول له اسرتك عامله ايه، فانت ممكن تزود وتقول له and how is your family، انت عامل ايه واسرتك عامله ايه. ممكن برضو تكمل وتقول له انا مبسوط ان انا بكتب لك، فتقول له I am so happy to write to you، انا مبسوط جدا ان انا بكتب لك. بعد كده احنا ممكن ندخل في الموضوع. خد بالك ان انا بدات السطر الثاني من اوله، ما عملتش زي السطر الاول وسبت مسافه، هو السطر الاول بس اللي بسيب فيه مسافه كلمه، لكن بدايه من السطر الثاني انا ببدا عادي من اول السطر. بعد كده كل الجمل اللي انا كاتبها دي تعتبر جمل افتتاحيه الموضوع، يعني انا داخل بتكلم معاه بقول له ازيك عامل ايه اخبارك ايه، وبعد كده هبدا اتكلم معاه في الموضوع عندي بيتكلم عن الهيلثي فود، فهقول له مثلا انا بحب الطعام الصحي، فهقول له I love healthy food، انا بحب الطعام الصحي. عايز اقول له زي ايه الطعام الصحي؟ اقول له مثلا زي الخضروات والفاكهه، واحنا قلنا كلمه زي او مثل يعني like، وبالتالي فانا هقول له like fruits and vegetables. ولو خدنا بالنا من الجايدنج elements، العناصر اللي وديها لي ديت اللي هي العناصر الارشاديه، هتلاقي موجود vegetables فاحنا استخدمناها. تمام. برضو مديني exercise، فانا عايز اقول ان انا بتدرب او انا بتمرن يعني، فهقول له ايه مثلا؟ هقول له انا بتمرن كل يوم، او مثلا انا بحب الرياضه وانا بتمرن كل يوم، فاقول له مثلا I also like sports. احنا قلنا كلمه also يعني ايضا او كذلك، I also like sports، انا برضو بحب الرياضه. ممكن اقول له مثلا I exercise every day، انا بتمرن كل يوم.
ممكن مثلا ايه اختم الكلام واقول له اكتب لي سريعا، او انا في انتظار ردك. فممكن مثلا اقول له write me soon، يعني اكتب لي بسرعه. كده انا يعتبر كتبت الايميل وخلصته. فاضل عندي حاجه واحده بس، اني اكتب في الاخر هنا اسمي. بس اسمي مش هكتبه زي ما بكتبه هنا، مثلا مش هكتب اسمي علي وخلاص، لا انا ممكن اكتب له حاجه كويسه جدا. بقول له مثلا المخلص علي، يعني مش هقول له علي وخلاص، لا هقول له مثلا المخلص علي. طب اكتب المخلص دي ازاي؟ هكتب له يورز علي. طب انا ممكن اكتب علي بس، ممكن، بس يورز دي اشيك يعني واحسن. زي ما انا قلت هنا مثلا دير احمد، هكتب له هنا يورز علي، يعني عزيزي احمد والمخلص علي. وبكده يكون احنا انتهينا من الاكسرسايز على ليسون 2. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون وصل لكم معلومه جديده، او على الاقل اكد معلومه قديمه. ولو ده تم بالفعل ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد على ليسون 3. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.